جالي سؤال: ايه رأيك في سهم المصريين للإسكان؟ حابب ارد عليه. سهم المصريين للإسكان حتى وقت قريب كان بالنسبة لي سهم غريب، كل تقاريره حلوة، كل الكلام اللي بيتقال عنه كويس، برغم ذلك السهم ما بيصعدش. لكن من كام يوم كده او في الفترة الأخيرة بدأ فعلا ياخد الاتجاهات الصاعدة اللي تدل ان هو سهم قوي. السهم طبعا قوي، قوي. لحد وقت قريب كان بالنسبة لي سهم مش مفهوم، التقارير عنك كويسة، كلام عنك كويس، بس مع ذلك انت بتهبط. قلنا ان القمة دي قمة مهمة جدا، لأن بكسرها نبقى متجهين للصعود. بالفعل احنا كسرناها وصعدنا لفوق ورحنا لأعلى قمة للسهم، محتاجين نعديها. طب بعد ما نعديها تستنى التصحيح. طب هتستنى أنهي تصحيح؟ عندك ده الأوردر بلوك اللي كون الموجة كلها، دي القمة اتكسرت هنا، آخر بول باك تستنى الهبوط للتلاتة ونص، يهبط جنيه يهبط جنيه، ممكن تلاقيها توزيعات أرباح فتلاقيه نزل لتلاتة ونص، ترجع تشتري تاني. حتى الآن أنا بالنسبة لي هو سهم قوي، لكن دلوقتي مش وقت دخول لأنه خلاص صعد، فمش هتخش دلوقتي يعني. وبس.